ذكر وموعظة ونور. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. آية أيها الأحبة، وآية الله بقولي لحيا فرتنا سورة البقرة. الله سبحانه وتعالى وحي نوغا قصونا يا ريب بني إسرائيل إننا درس بينوت أيها الأحبة قصص كاس وحلالي وحي هرمريا وناقي قاعدين مركي طريق إله جل جلاله كنت أغيهين إننا وحوي درس بينوت هرمريا خير بينكو قاعدين مركي كفو قاعدان طريق إله جل جلاله يا طريق أنبياء إلهي وصوتري ومعاسي الدنبي الشركة تحت باشان هزيمة يدل بين تحت بالنا إننا درس بينوت أيها الأحبة. وأنا سنة إلهية ويان. ألم ترى النبي محمد ومكسوق على خبر كيل الملأ من بني إسرائيل مدحضي ريب بني إسرائيل من بعد موسى بعد عيسى إذ قالوا للنبي لهم مركي كوي دهدين النبي يدودي مد كمدة نبي قودي مركي كوي دهدين ابعث لنا نوصو بحي ملكا نقاتل في سبيل الله بقر نوصو بحي بقر كاسو نقود دقال قليا إلهي سبحانه وتعالى جد كيسه أن كنت قال وحو كويري النبي هل عسيتم اللقيا إن كتب عليكم القتال هذه ليدن كو واجبية دقال ما دعي كريسا ألا تقاتلوا إنيدا دقالمين سببته من طبعهم وحا كميدة أبسبها كميدة فلنمو ولهذا من دعي كريسا بويدي هذه بقر ليدين سو صاروا ودقال ليدن كفر ديالو إنيدا دقالمين وتكالي أعدان قالوا وحي دهدين وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله محال عيونا ندقالمين نبي دهدين ودقالمين ناوي سببته وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وحنا لغا سو ساري بي دهدين قريها نغي دول كان نغي مقدسات كان نغي أرورتا نغي مانا لغا هيستا مركا سبابتا كنت دقالمي لهن واجرته فلما كتب عليهم القتال markii lagu faradiyay ayuha al-ahibba dagaalkay dalbadeen tawallow illa qalilan minhum yarmooyaan intooda kale way carareen tabaday jeediyeen ayuha al-ahibba wallahu alimun bil-zalimin ilahi jalla jalaluhu zalimin tawoogiya ولهذا أيها الأحبة waxaynu ka qaadanaynaa ayadan iyada ah umadi waxa weeye hadii طريق ilaahay ay ku taagnaato ilaahay baa u gooleynaya jalla jalaluhu لكن هذه طريقة إلهي كواعته وحويان دلي يمال درم باودن بينيس ولهذا وحوي يتولوا وجهستين وعررين مركي دقالك إلهي جل جلاله كفر دياله مدك أيها الأحبة مخالفات كودا وحا كمده نبي مركي كوي دهدين يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إلهي جل جلاله وحوي وحا الله صدر طالوت بالله صاري طالوت كي الله صاري باعتراض ككينين الديدين وهو حيدهدن أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يتسعة من المال سيدي يقو أرزاق دي إلهي قيبية يا حد إلهي ودور تجل جلاله إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا إلهي أي وحوي ويدين عندنا شلي وحي بالله بيقالين ووحي وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا مركي دقالك لغو فرضي علينا تولوا إلا قليلا منهم ما أنتنا النبي قايد البدين يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله يرهدين مركي الله يوسف صار جل جلاله حدنا ويدين ودو جيدا وأن يكون له الملك بليين سيداي السورة قليسا إنه بقر نون نقضه
annaga aba wax xaq badani iyadoo waxa weeyaan xoolana la siinin ilaahay baa u sheegay jalla jalaaluhu isagaa doortay ilaahay isagaana wuxuu siiyay asbaabtii guusha lagu gaari lahaa asbaabtii ummadda lagu hogaamin lahaa wazaadahu bastatan fi lcilmi waljism aqoon baa ilaahay siiyey ilaahay awood iyo karti buu siiyey dagaalka uu ku galo ku hogaamiyo ummadda sababtoo ayuha alaxiba ciddii doonaysa maanta ummadda inay qiyaado u noqoto ama sifaat alqaa'id baa la yidhaahdaaye waa inay aqoon u leedahay weeye maamulka ummadda tan hogaaminteeda waa inay karti u leedahay weeye geesi waa inay tahay weeye oo qaraar qaadan karaysa weeyaan waa inay ammaano leedahay qaala ijcalnii calaa khazaa'ini alardi innii xafiidun caliim waa sayidina yuusuf calayhi salaatu wassalaam waxaan kaloo iyadana ka qaadanaynaa ayuha alaxiba ummad kastoo doonaysa inay gool gaadho ama ilaahay ciziya karaamiya sharaf uu siiyo laabudda min alikhtibaar waa lays imtixaanaya ayuha alaxiba ولهذا إلهي جل جلاله واتويلي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين سورة قلما أيها الأحبة إن تقول قاد إن العزية الشرف يا كرامة إلهي يكتس جل جلاله وكهل وليس امتحان يا أيها الأحبة مدك لله جل جلاله وحسيي وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة أسبابتي أيها الأحبة بغر كسلاح جل جلاله كنت أرطولا ولو عدي ومع ذلك أيها الأحبة ويديدين إذن هل كوحينك قادنينا كرامة عزة عد إلهي وسيني جل جلاله عدو كلا تشنا إلا ماركو إلهي بعدو دون ملك دقاي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ولهذا أيها الأحبة وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قال في بني إسرائيل القرآن الكريم كاه إن بدن بإلهي جل جلاله إنه سوق السجيو مرنا وحي هاين أدب إلهي نبو أماني إلهي نبرواقو هي فتح من الله ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين مهلا بدن باتكوار كيس إلهي سقو درجة جل جلاله إلى شعب الله المختار أي لبحين ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر إلى آخر الآيات إذن أيها الأحبة ومع ذلك أساسي مركي كفوا عليه إلهي وامركي جل جلاله ما الحنباء ودن بيسي أيها الأحبة قرآن الكريم كعبتض إلهي نبو الشيء وإتادان ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم ولهذا أيها الأحبة شرفت يا كرامة يا عزة إلهي حقي سينقر راسده أي واجبة إذا الله لي عندي شرف يا كرامه أود إلى ذهي هي وحويه كرامة يا ذو إلى ذهي مود خسارة كدم بيسا إنك قارونها ماشي كدم بي إنما أوتيت على علم عندي محاودا بيسا أيها الأحبة فخسفنا به وبداره الأرض إلهي بلغوا جل جلاله سقي حوله سيدلكيس سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام والله اختبار بإلهي كريه جل جلاله ومع هذا أساسي أيها الأحبة قال هذا من فضل ربي بويني لا يبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وحلا نقدوني قصص كقرآن ككبوحة ولما قصة ريب بني إسرائيل تسليا ما أيها الأحبة توعية ينوتها للمسلمين هدانها كأنما الله جل جلاله وحين لي وهالكاسي كتشبانه ماشي كتشبان كفوق هذا هالكاسنا وحوي ويكوكو ليستين هالكا يكوكو ليستين نقاط ولهذا أيها الأحبة ومدينا يا الشعب كينا يا الدولة دينا يا معمولة نوردان وحالي نقدوني إلهي جل جلاله إن نسد ابنه سي إلهي سبحانه وتعالى تبتا توصنين وافجيه والله العظيم إننا كرامة يا عيسى إننا كرشادين كلما الله يسوقوا إماضي ووحوي إلهي أن تلسارني إلهي أن تلسارني ويساقاني سد ابنه إلهي أن الله من الدمانتين من جو يا مدح أيها الأحبة
saasaynu ku liibaanayna tawfiiqdan ilaahay jalla jalaaluhu hayna waafajiyo baladkeenna dalkeenna dowladeenna ummadeenna shacabkeenna ilaahay noo ilaaliyo balaye baas iyo mu'aamaraadka iyo shirqoolada caalamiga Allah inooga dhaxdeennana wanaag badan iyo khayr badan Allah dhigo qulubteennana xaq iyo wanaaga Allah ku miday ilaahay waxaanu wadiisanaynaa amni iyo amaan iyo istiqraar bayna wadiisanayna barakallahu fiikum hada wallahu a'lam صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياة